صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ احنا هنعمل النهاردة القرنبيط المقلي البانيه. عارفين كلنا القرنبيط ليه طرق كتيرة قوي. احنا هنعمل منها النهاردة المقلي بطريقة زي الفراخ واحلى من الفراخ كمان، المقرمشة زي ما شايفينه كده. سامعين صوت القرمشة وشايفين الشكل بتاعه. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالمكونات من غير ما اطول عليكم. معانا واحدة من القرنبيط أو من زهرة القرنبيط متوسطة، هنقطعها كده عبارة عن زهرات صغيرة. هنشيل منها العروق بالشكل ده، وبعدين بعد ما نقطعها هنغسلها كويس. هجيب مية، هحط مية تغلي، هحط فيها معلقة ملح، معلقة كركم. الكركم بيدي لون وطبعا فيه فايدة، ومعلقة كمون. الكمون علشان يضيع ريحة القرنبيط. وبعدين هنسيبه يغلي. مجرد ما هو يغلي حوالي 3/4 سوا، هنروح رافعينه من على النار وهشطفه على طول بمية ساقعة علشان ما يكملش السوا بتاعه. لو انت حسيتي في التسوية بتاعته ان هو مش مستوي قوي، خلاص مش لازم ان انت تشطفيه بمية، بس هي المية الساقعة علشان ما يكملش السوا بتاعه. هنبدأ دلوقتي بالخلطة او بالكفر اللي هو بتاع القرنبيط. معانا كوبايتين دقيق. لو حابة تحطي دقيق عادي مفيش مشكلة. أنا حطيت كوباية من الدقيق العادي الأبيض، وكوباية من دقيق الذرة اللي هو الأصفر، وبعدين حطيت نص كوباية من نشا الذرة. هحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حطيت معلقة ملح، معلقة بابريكا، توم باودر، بصل باودر، شطة لو انت حابة تحطي شطة، معلقة كركم. هحطلك طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف. وبعدين هجيب بقى بيضتين، هضرب كده البيضتين، هحط معاهم طبعا الفلفل الاسود ومعاهم الكمون. القرنبيط بيحب الكمون جدا. وبعدين هحط معلقة هريسة شطة او فلفل اخضر بيدي طعم حلو قوي. وبعدين هاخد من الخليط البودر اللي احنا عملناه الدقيق، هاخد حوالي زي 6 معالق او نص الكمية. هضربها كده مع البيض، وبعدين هحط عليها المية. وانا بضرب كده بزود المية لغاية لما يبقى القوام قدامك زي الكيك كده، او زي البانكيك. وبعدين الحتة دي ما جاتش معلش، انا حطيت الخضرة عبارة عن شبت، بقدونس، وكزبرة خضراء. الحتة دي يعني ما تصورتش. وبعدين هاخد وحدات القرنبيط هحطها في الخليط اللي هو بتاع البيض، وبعدين هشيله احطه على طول في الكفر الدقيق التاني. وتاخدي بالك وانت بتحطيه في الخليط بتاع الدقيق ما تدوسيش عليه، يبقى اكنك انت بس بتعفريه بيه كده، وتروحي يعني ما تدوسيش عليه، وتروحي شايلاه منفضاه كويس من الدقيق، وتروحي حطاه في الزيت يكون ساخن بس ما يكونش مغلي. وبعدين مجرد ما يتحط تروحي موطية عليه النار، تهدي عليه النار عشان ما يستويش قوي، يبقى من بره محروق او متحمر ومن جوه يبقى ني. فتستني لما يهدى عليه النار حوالي زي 10 دقايق لما يبدأ يتحمر، وتروحي شايلاه من على النار، تحطيه في مصفى بعد ما يستوي وتلاقيه متحمر بالشكل ده. تحطيه في مصفى عشان يتصفى، افضل من ان هو يتحط في مناديل الورق عشان ما يبقاش طري ويبقى محتفظ بالقرمشة بتاعته بالشكل دون. طبعا شايفين واحنا بنطلعه من الزيت، شايفين الصوت بتاعه
سامعين الصوت بتاعه والقرمشة بتاعته، وتطلعيه بقى كده تقدميه وترشي عليه بقى الخضرة البقدونس ويتاكل كده. حلو جدا وريحته وطعم حلو قوي، وياريت تجربوه. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. وإن شاء الله هنعمل وصفات تانية بالقرنبيط. وإلى اللقاء في فيديو جديد.